كرويا ما شفناش المنتظر من الفرق الاثنين على مستوى الفرجه وخلق فرص التهديف. برشا حسابات من الممرنين الاثنين تكتيكيه بالطبيعه، حذر كبير مع البحث على اخطاء المنافس بالهجمه السريعه. النتيجه غياب الحلول، وخاصه على هجوم الافريقي اللي ما خلق حتى فرصه تهديف واضحه. اولمبيك مدين كان اخطر بوسط لمين تراوري في هجوم معاكس، كورته تعدى قريبه المرمى سيف الدين الشرفي. سجل ايضا هدف الغاه الحكم الصادق السالمي لانه كان مسبوق بالتسلل. في الشوط الثاني زهير الذوادي يعود خليل عنلا. الذوادي يعود لتقمص الوان الافريقي بعد عامين ونصف، كي عادته وفي للتوغلات على اليسار والتوزيع. الذوادي عمل كل شيء تقريبا، تسبب في ضربة الجزاء لأولمبيك مدين. الحارس الشرفي ينقذ الذوادي من إحراج كبير، يتصدى لضربة جزاء اللي نفذها أيمن منافق، يصلح حفوة الذوادي غير المقصودة. اختار الكوتي الصحيحة 50-50، كانت الريسيت اللي هو صح عليه. الذوادي يجيب الشرفي على طريقته الخاصة، كرة في العمق من أوبوكو، صبر خليفة بلمسة صغيرة يمهد الذوادي، ينجح في مغالطة الحارس أنور فضيل. الهيئة التسييرية أعطتني الثقة، المدرب كيف كيف، والحمد لله وقت جتني فرصة اليوم هبطت وعاون صحابي. فرحة الذوادي بالهدف ذكرتنا بفرحته بآخر هدف سجله مع الإفريقي عامين ونصف التالي، تحديدا في فيفري 2015. الذوادي فرح أيضا أحباء الإفريقي اللي كان فريقا قادر على تسجيل أهداف أخرى، لو أن وسام بن يحيى ركز في الكرة هذه اللي جاته من غازي العيادي، أو أن أسامة الدراجي استغل موقعه كما يلزم بعد توزيع علي العابد. أولمبيك مدين كان ينجم يخرج بنتيجة أخرى غير الهزيمة، فرغم إضاعته لضربة جزاء فادي العرفاوي تلقى الكرة بطريقة حلوة يروض التسديدة قوية، كورته تخطئ المرمى. اللقاء يوفى على انتصار هو الأول خارج الميدان لإفريقي بيرترو مارشان اللي غير فريق باب جديد 180 درجة رغم أكثر من غياب، باختيارات صحيحة وبدي كوتشينغ ناجحة. Il nous a manqué plus de vitesse dans l'action offensive, plus de technique et de نقصتنا السرعة في العمليات الهجومية، السيطرة في مناطق المنافس لفرض طريقة لعبنا. في الاخر الحل جاء من الذوادي اللي يرجع الافريقي يسجل هدف الانتصار. حارس مرمى فريقنا ساهم بقسط كبير في الانتصار هذا بتصديه لضربة الجزاء. عندنا برشا زاد ما ربحناش الاكسير، الحمد لله جات 3 بوان اليوم بعد الربح نتاع الاتوال، ان شاء الله بشوي بشوي معناها نحسنوا المرتبه نتاعنا، وبرافو الكل يعطيهم الصحه الحمد لله. هزيمه قاسيه نوعا ما في ظل الاداء اللي تميز به اللاعبين اليوم، قدموا مقابله طيبه، كانت سيطره ميدانيه الاولمبيك مدنين. مالوريزمون اللي ضايع يخسر.